السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع تلاميذ بكالوريا دورة جوان 2026 وأوليائهم. مع اقتراب موعد إعلان النتائج لم يبقى سوى أيام قليلة، لذلك سنقدم لكم آخر المعطيات المتداولة حول عملية التصحيح ومستوى أداء المترشحين في عدد من المواد والشعب. وإذا كانت لديكم استفسارات حول مواد أخرى لم نتطرق إليها، اتركوها في التعليقات وسنحاول الإجابة عنها قدر الإمكان. وقبل الحديث عن نسبة الأداء في الواجب، توجيه كلمة شكر لكل الأساتذة العاملين داخل مراكز التصحيح. هؤلاء يبذلون مجهودا كبيرا منذ أسابيع ويصححون الأوراق وفق سلم التنقيط والتعليمات الوزارية فقط، دون معرفة هوية أصحاب الأوراق. لذلك لا داعي للقلق أو الاعتقاد بأن أي مترشح قد يتعرض للظلم، فكل إجابة صحيحة أو قريبة من الحل النموذجي تمنح حقها من النقاط. بالنسبة لشعبة اللغات الأجنبية، فإن المؤشرات الأولية تؤكد أن نتائج مادتي الفرنسية والإنجليزية تعتبر جيدة جدا، حيث سجل عدد معتبر من التلاميذ علامات بين 17 و 19، خاصة لدى من التزموا بالإجابة المنظمة واحترام المطلوب. وفي المقابل وجدت بعض الأوراق التي تضمنت أخطاء أو إجابات خارج الموضوع، إضافة إلى أوراق تركت أجزاء منها فارغة. أما اللغة الإسبانية فقد كانت من أكثر المواد التي حقق فيها المترشحون نتائج إيجابية، إذا أكد عدد من الأساتذة أن مستوى الإجابات كان مرتفعا بشكل عام، مع تسجيل علامات ممتازة عند أغلب التلاميذ الذين حضروا المادة بجدية. وفي شعبة العلوم التجريبية كانت الفيزياء من أكثر المواد التي أثارت النقاش، فرغم وجود علامات مرتفعة وصلت إلى 19 و 18 من 20، إلا أن نسبة كبيرة من التلاميذ حصلوا على علامات متوسطة بسبب طول الموضوع وصعوبة بعض التمارين، خاصة أن الامتحان شمل عدة وحدات ولم يعتمد على المقترحات التي ركز عليها الكثير من المترشحين أثناء المراجعة. أما في شعبة التسيير والاقتصاد فقد أشار عدد من المصححين إلى أن التاريخ والجغرافيا لم يحققا النتائج المنتظرة عند شريحة واسعة من التلاميذ، بينما سجلت مادة الاقتصاد والتسيير صعوبة واضحة بالنسبة للكثيرين، رغم وجود مترشحين حققوا علامات ممتازة بفضل التحضير الجيد منذ بداية الموسم الدراسي. وبالنسبة لشعبة الآداب والفلسفة فإن المؤشرات تبدو مطمئنة، حيث جاءت نتائج مادتي الفلسفة والآداب العربي في المستوى المطلوب، ويؤكد العديد من الأساتذة أن نسبة كبيرة من التلاميذ تمكنوا من الإجابة بشكل جيد، خاصة وأن بعض المواد كانت قريبة من الدروس التي ركز عليها الأساتذة خلال السنة. كما أن تلاميذ شعبة العلوم الذين اجتازوا التاريخ والجغرافيا سجلوا مستويات متفاوتة، إذن تراوحت أغلب العلامات بين القبول والجيد، مع وجود بعض الأوراق التي افتقرت إلى الإجابة الكاملة أو خرجت عن المطلوب. يؤكد الأساتذة أن التصحيح الحالي يتم بكل دقة، وأن كل مترشح قدم إجابة صحيحة أو حتى قريبة من الإجابة النموذجية يستفيد من النقاط المخصصة لها، وهو ما يجعل الكثير من التلاميذ يحصلون على نتائج أفضل مما كانوا يتوقعون بعد خروجهم من الامتحان. وبخصوص موعد إعلان النتائج، فإن كل المؤشرات توحي بأن عملية التصحيح في مراحلها الأخيرة، بعدما انتهى التصحيح الأول في أغلب المراكز واقتربت نهاية التصحيح الثاني. لذلك فإن الإعلان الرسمي أصبح مسألة وقت فقط، ويبقى انتظار التأكيد من الجهات المختصة. وفي الختام نتمنى
النجاح والتوفيق لجميع مترشحي بكالوريا دورة جوان 2026. من اجتهد سيجد ثمرة تعبه بإذن الله، ولم يحالفه الحظ، فلتكن هذه التجربة دافعا لبداية جديدة ومستقبل أفضل. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك، وشاركونا في التعليقات توقعاتكم ومشاعركم قبل إعلان النتائج الرسمية. واكتبوا لنا في التعليقات من هو الذي تنتظرونه في النتائج، أنتم أو أحد عزيز عليكم، ومن تتمنون له النجاح، وكم تظنون أن يكون معدلكم. اكتبوا لنا في التعليقات حتى يرد عليكم الأخوات بالدعاء لكم وبالتمنيات الجميلة. إلى هنا أترككم في رعاية الله وحفظه. دمتم أوفياء لهذه القناة، ومع السلامة.